شنو وقع الخوت؟ المنتخب المغربي ربح وتأهل وهذه اهم حاجه، ولكن في هذه المباراة كانت بزاف ديال الدروس اللي خاص المنتخب المغربي يتعلمها قبل الادوار الجايه، حيت بصراحه الماتش كان يمكن له يسالي من الشوط الاول، ولكن حنا اللي خليناه مفتوح حتى لاخر دقيقه. من البدايه شفنا منتخب اسكتلندا داخل المباراه بخوف من المغرب. التغيير اللي داروا في الرسم التكتيكي ديالهم كان واضح. المدرب ديالهم حاول يسد المساحات ويوقف الخطوره ديال حكيمي والاطراف المغربيه. وهنا بين الشخصيه اللي ولات عند المنتخب المغربي، شخصيه كتخلي الخصوم يحترموك قبل ما تبدا المباراه. في الدقائق الاولى المغرب فرض السيطره ديالو، الكره كانت كتخرج مزيان من الدفاع، شادي رياض كان ممتاز، مزراوي حاضر، وحكيمي كان كيعطي الحلول باستمرار، وحتى وسط الميدان كان خدام بشكل كبير بوجود نائل العناوي وايوب بوعدي اللي داروا مباراه كبيره بزاف. الهدف الاول جا بطريقه ذكيه، الحركه ديال حكيمي فتحت المساحه والصباري استغلها بافضل طريقه ممكنه من بعد ما عطاه ابراهيم دياز باس ولا في الاحلام. هدف كيوريك الجوده الفرديه، ولكن حتى العمل الجماعي اللي كان حاضر في اللقطه. المشكل الحقيقي بان من بعد الهدف، عوض المنتخب يقتل المباراة بهدف ثاني بقى كيضيع الفرص. نائل العناوي جاتو فرصة واضحة، بلال الخنوس جاتو فرصة أخرى، وإبراهيم دياز حتى هو جاتو فرص كان ممكن يستغلها بشكل أفضل. وهنا كنوصلوا لأول نقطة مقلقة واللي هي الفعالية الهجومية. في كأس العالم ما كتجيكش 10 الفرص في كل ماتش، كتجيك 2 ولا 3 وخاصك تستغلهم. واليوم المنتخب المغربي خلق فرص كافيه باش يربح المباراه ب2 ولا 3 الاهداف، ولكن خرج غير بهدف واحد. النقطه الثانيه وهي بعض التصرفات الفرديه. ابراهيم دياز عنده امكانيات كبيره، ولكن في بعض اللقطات كان كيبغي يدير كل شيء بوحده. في المستوى العالي القرار الصحيح كيكون اهم من المراوغه الزائده. بعض الهجمات كانت تقدر تسالي باهداف لو تم تمرير الكره في التوقيت المناسب. وسط الميدان بالمقابل كان من افضل الخطوط. ايوب بوعدي اكد مره اخرى بانه لاعب عنده شخصيه كبيره، تحت الضغط كيخرج الكره، كيعرف يتحرك وكيعطي حلول باستمرار. نائل العناوي كذلك قاتل في كل كره وربح بزاف ديال الصراعات، وحتى اناحي بان احسن من المباراه اللي فاتت. دفاعيا شادي رياض قدم مستوى كبير سواء في الخروج بالكره او في الافتكاكات او حتى في التمركز، لكن الجانب اللي بقى كيطرح علامات استفهام هو عيسى دياب. بلا كره عيسى واقف مزيان، كيربح الالتحامات وكيقرا اللاعب مزيان، ولكن ملي كيبدا الضغط عليه في الخروج بالكره كيبان المشكل. وبعض المنتخبات القويه مستقبلا غادي تحاول تستغل هذه النقطه، وراك بعقلك زعما عيسى دياب. في الشوط الثاني كشف نقطه اخرى مهمه، اسكتلندا ملي شافت راسها ما عندها ما تخسر بدات كتطلع وكتغامر اكثر، وهنا المغرب حصل على مساحات كبيره في التحولات السريعه. المشكل انها التحولات ما تستغلتش بالشكل المطلوب، كانت كرات كثيره فيها تفوق عددي للمغرب، ولكن القرار الاخير او التمريره الاخيره او التسديده الاخيره ما كانتش بالشكل المطلوب. ومن بعد جا الدور على المدرب محمد وهبي، كان موفق تكتيكيا في بزاف الامور. الطريقه اللي دخل بها المباراه خلت المغرب يسيطر واسكتلندا تعاني، ولكن التاخر في التغييرات كان واضح. وصلنا لدقائق متقدمه واللاعبين بدا عليهم العياء، ومع ذلك التغييرات تاخرت. صحيح ان دكه البدلاء ما عندهاش نفس جوده الرسميين، ولكن ملي كيبان التعب خاصك تدخل الدم الجديد في التوقيت المناسب. التغييرات اللي دخلات كان الهدف منها تنشيط الهجوم والحفاظ على التوازن، ولكن ما عطاوش الاضافه الكبيره اللي كان كيتسناها الجمهور. وفي الدقائق الاخيره عاش الجمهور المغربي على الاعصاب، كورنيرات، كرات طويله، ضغط متواصل من اسكتلندا، وكل شيء كان ممكن يتبدل بسبب لقطه واحده فقط. وهنا كيبان الدرس الكبير ديال هذه المباراه. المغرب خاصو يتعلم كيفاش يحسم المباريات ملي كتكون عنده الفرصه. المنتخبات الكبيره ما كتخليش الخصم يبقى حي في المباراه، كتضرب الهدف الاول ومن بعد كتبدا تقضي على المباراه بهدف ثاني او ثالث. وقبل ما نختم خاصنا نوقفوا شويه عند المباراه الثانيه في المجموعه بين البرازيل وهايتي. البرازيل دارت المطلوب وربحت بثلاثيه نظيفه، وهذه النتيجه كانت متوقعه بحكم الفارق في الامكانيات والجوده ما بين المنتخبين. ولكن اللي كيهمنا احنا اكثر هو ان المغرب دار خدمته وربح اسكتلندا وتاهل رسميا للدور الثاني، بمعنى اخر ان المنتخب المغربي حقق الهدف الاول ديالو قبل الجوله الاخيره، وهذا الشيء كيخلي المجموعه تخدم بهدوء وبثقه اكبر. المباراه ديال البرازيل وهايتي ورات مره اخرى ان البرازيل عندها الجوده باش تربح اي خصم، ولكن حتى هي ماشي منتخب بلا عيوب.
شفناها من قبل قدام المغرب وقدرنا نوقفوها ونفرضوا عليها التعادل، وهذا الشيء كيعطي اشاره ايجابيه باللي المنتخب المغربي الا مشى بنفس التنظيم والانضباط ديالو راه قادر ينافس اي منتخب في هذا المونديال. دابا الاهم ما بقاش هو التاهل، لان التاهل راه تحقق بالفعل، ولكن الاهم هو ان المغرب كيفاش غادي يكمل المشوار ديالو. خاص المنتخب يستغل المباراه الجايه باش يزيد ينسجم اكثر ويصلح بعض الاخطاء اللي بانت اليوم، خصوصا في استغلال الفرص وقتل المباراه مبكرا. واذا تصلحت هذه التفاصيل فهذا المنتخب عنده الامكانيات باش يدير مشوار كبير ويواصل الحلم المغربي. ومن هنا لقدام ان شاء الله المنتخب غادي يكون احسن، وما تخافوش ان شاء الله غادي نوصلوا للفينال هذا العام ونجيبوا الكاس. المهم الاصدقاء غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساو ديروا سبسكرايب لايك فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، كتبوا ارائكم على المباراه ديال البارح او ديال اليوم نيت، حيت راه المباراه الثالث حتى لوحده الليل. المهم كان معكم حلوجيا، نشوفكم فيديو جاي، تهلاو لي فراسكم. She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so